من بين العطور اللي عندي كاين عطر نحبه بزاف، وحتى الزوج تاعي كي نديرو يقول لي الريحه اللي راكي دايرتها اتهبل، اللي هو الليلة الملكية. اما باقي العطور كل واحد عنده ميزه خاصه راح تعرفوها في هذا الفيديو. لعشاق العطور وعشاق الروائح المنعشة نقول لكم الفيديو تاع اليوم راح يعجبكم بزاف وراح يفيدكم ان شاء الله. انا اليوم حبيت نشارك معاكم العطور اللي عندي ولا اكثر عطور مفضلة عندي اللي راني نديرها، وكل بيريود راح ندير فيها عطور خاصة بطبيعة الحال نبدلو على حساب العطور اللي راهي موجودة والعطور اللي تخرج على الجسم تاعنا، لانه ممكن واحد يدير عطر يخرج على الجسم تاعو وواحد اخر كيديرو ما يخرجش عليه. كاين حوايج بزاف تميز العطر من شخص الى اخر. في الفيديو تاع اليوم راح نتعرفوا ميزه كل عطر، راح نوريكم لهنايا الريحه اللي عندي، من شريتها، شحال شريتها، وشو الحاجه المميزه، وكيفاش تخيري انتيا العطر كي تجي تشريه. ماشي معناها كي انا قلت لكم باللي الليالي الملكيه بزاف نحبها وتخرج عليا يعني هي الريحه المليحه. ممكن نتوما تحبوا شانيل، انا كنت في البدايه نحب شانيل، الريحه تاعها كانت تعجبني بزاف. اميره العرب ثاني راهي دايره حاله، ولكن انا على الكور تاعي ما خرجتش بزاف. كل واحد كيفاه. تقولوا لي هي الريحه نفسها كيما الريحه تاع الديار كي ترشيها؟ لا، كل الجسم كيفاه. كاين الجسم ريحه يشربها وكاين الريحه يخليها. دوك تقولوا لي كيفاش هذا الشيء؟ شوفوا يا البنات، كاين عطر يكون خفيف بزاف، يعني كي ديروا اي وحده فينا ما يحكمش في الكور تاعها، كي اللي ما دارتش يعني هذيك البارفان تكون خفيفه بزاف مش راح تساعدها. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه الجسم تاعها ما يستقبلش هذاك العطر. كيفاش ما يستقبلوش؟ انه ما يخرجش عليه، لانه الجسم الانسان هذا كاين حوايج يستقبلهم وحوايج ما يستقبلهمش. مثلا انا كي ندير البارفان هذه مثلا اميره العرب نديرها تجيني هكذايا نورمال، برك واحده اخرى نشمها فيها نقولها شنو الريحه اللي راكي دايرتها؟ بورتو انا راني دايرتها نلقاها نفس الريحه اللي انا دايرينها، بصح هي خرجت على الجسم تاعها والجسم تاعها توالم مع هذا البارفان. هذه اهم حاجه اللي لازم تعرفوها في العطور كي تجيو تشريوها. الثاني حاجه كل واحد وش يحب. كاين اللي يحب العطر تاعو يكون ثقيل كيما اني نحب العطر يكون ثقيل، نحبه يبقى معايا يدوم، نحب العطر يكون مميز، نحب فيه ريحه العود. كل واحد وش يحب العطر واللي يخرج عليه بزاف. بصح لي بارفان اللي نحبهم انايا ما تقدروش ديروهم برا. مثلا هذه الليالي الملكيه، شوفوا يا البنات كديروها للمتزوجات، كديروها في دياركم، ازواجكم يشموا فيكم واحد الريحه، اشريوها وميزوها. تهبل يا البنات. السعر تاعها هو 370 ولكن تستاهل وتبقى معاك صافي. انا عندها لهنايا قريب مانيش عارفه 6 اشهر والله، اني ما نديرهاش يوميا، نديرها غير هكذا ساعات هكذا كيكون الزوج تاعي موجود معايا. نحب نبدل له البارفان كل مره. واش ندير؟ من ذاك ندير الاسطوره، من ذاك ندير زارا، شانيل. ولكن قلت لكم كي ندير الليالي الملكيه ولا الليله الملكيه بزاف الزوج تاعي يقول لي الريحه اللي راكي دايرتها اتهبل، فخليتها سبيسيال على جالو ولا توجر يشمني فيها، يعني عطر مميز بيني وبينه. وكل وحده دير عطر هكذا، مثلا الزوج تاعك يشمو عند اي وحده ولا يجي عاقف في الطريق ولا يقول هذه الريحه كيما تاع مرتي. احنا عندنا هذه الريحه هي اللي رانا نديروها سبيسيال، هو عنده بارفان خاصه به، كل ما نشمها انا برا نقول كيما تاع الزوج تاعي، وهو بالنسبه ليه عنده هذه العطر. قلت لكم بزاف انا نحبه بزاف، في ريحه العود يبقى معاك بزاف، في واحد الريحه هكذا يدير لك الانتعاش كي ديريها، يهبل يا البنات. انا اكثر واحد نحبه وقلتها لكم اللي هو هذا العطر. راح نتكلموا على الاميره العرب اللي راهي دايره حاله، وصافي كنت حكيت لكم عليه وجابوا لي الزوج تاعي مؤخرا. بزاف مليح يا البنات، وقلت لكم منش متكون من العسل، من الفاني، قلت لكم متكون من التشينا، فيه بزاف حوايج كي ديروه راح تلقاو فيه واحد الذوق هكذايا، يعني تحسوا نفسكم كانكم دايرين كوكتيل تاع بارفان. هذه الحاجه المميزه فيه. ثاني حاجه ما نقدرش نستغنى عليها، نحب من ذاك نديرها اللي هي شانيل.
انا هنايا شانيل ماشي هذه الريحه تاعها، راني غير معمرتها. شوفوا يا البنات عادي جدا، ما نقدروش نشريو لي بارفا اوكل سورتو العشو غاليين. واش رايحين نديروا كل مره؟ شوفوا هذه غير ب 80,000 عمرتها شانيل، ريحتها تهبل تهبل تهبل، انا نحبها. كانت عندي واحده خلصت لي، ما قدرتش نشري واحده اخرى. يعني راكم على بالكم كل مره كيفاش تجي الظروف. نعمرها، عمرو غير ب 100,000 80,000 ميم با 50,000، وتكونوا يعني دايرين الروايح اللي تحبوهم. مش لازم تشريو كل واحده يعني بالثمن تاعها، واحده دير مليون، واحده دير 800، واحده 700 400. يعني ممكن يجيكم لهنايا العطور شويه غاليين عليكم. عمرو عادي، واحده ب 100، واحده ب 50، واحده حتى ب 30، وتكوني يعني على حسب الامكانيات تاعكم، وتكونوا دايرين لي بارفان المنوعين والباهيين واللي راهم دايرين حاله. الوغ كاينه ثاني زارا ولا انا هنا عندي لارا. بزاف يا البنات ريحتها مليحه. زارا راهي معروفه بزاف بلي البارفان تاعها مليحه، واهم حاجه اللي تعجبني فيها انه الريحه تاعها تشبه ريحه كيما حنا نقولوا نظافه، ريحه الانعاش. تحسوا باللي فيها ريحه الصابون، تحسوا كي شغل انكم خرجتوا من الحمام، هذا وين ديروها تخرجوا تبانوا كلو دوجتوا. هذه الحاجه اللي نحبها في زارا، انه ديما تخليك تباني باللي راكي قلت لكم تبانوا كي خرجتوا من الحمام يوميا، ديروها تبان فيكم النظافه الانتعاش. زارا فيها حاجه مميزه بزاف بزاف وتعجبني. ميزوها يا البنات راح تعجبكم بزاف بزاف. نحكي لكم على عطر واحد اخر اللي ما قدرتش نستغنى عليه ثاني، اللي هو الاسطوره. الاسطوره هذا صافي شريته مره وزوج وثلاثه وربعه، وهذه الخمسه وراه قريب يخلص لي. يهبل يا البنات. شوفوا اول حاجه القرعه تاعو تهبل، تعجبني انايا. صافي جابوا لي راجلي مره، جابوا لي زوج، وانا شريته مرتين، وهذه المره والله ماني شافيه من عندي ولا من عنده، جو بونس تاع الزوج تاعي. جابوا لي ثاني المره الاخرى خفيف بزاف يا البنات. شوفوا هذا تكونوا في مجمع هذا ماشي تاع الدار، ماشي تاع الزوج. تخرجي تخدمي تحبي ديري بارفان خفيفه ماشي جذابه، ماهيش قويه بزاف. خلاص الاسطوره الناس اللي ما تحبش تخلي البارفان تاعها كيما حنا نقولوا بزاف العطر هذا يبان، تخلي حاجه خفيفه برك. الاسطوره مليحه، وكي تجيو الناس هكذا يا صحاباتك يسلموا عليك يقعدوا معاك يعرفوا باللي فيك هكذا بارفان ولا عطر كيما حنا نقولوا فيه الفاني الخفيفه هذيك وماهوش قوي. خلاص انا كي نخدم بك اللي نديه معايا يبقى هكذا فيها عطر ولكن خفيف مليح بزاف بزاف. شوفوا كاينه هذه سي بزاف مليحه. كانت عندي القرعه الكبيره ودوكا عندي القرعه الصغيره ثاني بزاف بزاف مليحه سي. شوفوا يا البنات واش هو الديفيرونس بين الريحه كي تجيو ديروها. انا نحب نشمهم. كيفاه تشموا لي بارفان تاعكم؟ كاين الناس يحطوهم هكذا على يديهم ويشموا، لا يتحطوا هنايا لي بارفان ويتشموا، ما يتحطوش من ذي الجهه، يتحطوا منا لانه هنايا بزاف يتشرب، هنايا يقعد ويقدر يعني يبقى معاك باش تقدري تشميه. دوكا نحكي لكم على لي بارفان كيفاش ديروهم، واش من البلايص باش يبقاو معاكم. راح نقول لكم الحوايج ننصحكم بهم وان شاء الله يا ربي تستفادوا فيهم. كاينه هذه تاع الطالون، ما كانش وحده ما عندهاش. قولوا لي شكون اللي ما عندهاش هذا البارفان؟ وراهي كانت دير 200 وحاجه، بكا راهي البري تاعها بزاف راهو هابط. انا يا هذه صافي شحال وهي عندي صراحه ما نستعملهاش وما تناسبنيش، معذره ما تناسبنيش، ولكن راهي موجوده. كنت ساعات نقول نصنع بها برك لان الشكل تاعها يهمني. باش نكون صريحه معاكم كل واحد كيفاه. كاينين اللي تقول لك ريحتها ولا غير مليحه. انا صراحه اني شوفوا مانيش مام با مستعملتها، درتها مره يعني الصراحه اسمحوا لي يعني باش نكون صريحه معاكم، وكل واحد والذوق تاعو. الريحه تاعها كشغل كدي. الوغ شوفوا يا البنات نحب نقول لكم باللي العطر وقتاش ديروه جيست كي تجيو خارجين من الحمام، كي تدوش وتضربوا فيها الله الدوش يهبل ويكون الجسم تاعكم كيما احنا نقولوا المسامات مفتوحه، ثم تروحي ديري العطر راح يشربوا ويبقى معاك مده طويله. ديريه في المشطه تاعك كي تمشطي شعرك هكذا وتكوني مع الزوج تاعك ولا جيت تحكمي شعرك ولا قدام الناس، والله يبقى ذيك الريحه في الشعر ولا في المشطه تاعك ديما راهو موجود ذاك العطر. في الملابس الداخليه اكيد لازم ديروا العطر تاعكم الخاص، اكثر عطر تحبوه كل واحد كيفاه. ثاني فاش ديروه تعشوا رايحين هكذا ديروه في الخمار سير الخدامين. قلت لكم انا ما ننصحكمش بالحاجه اللي تكون ثقيله هكذا، ياك تعشوا خدامين ديروا الاسطوره، ديروا حاجه خفيفه باش ما نديوش يعني ذنوب الناس معانا. اما في الدار ديروا غير البارفان الثقيله والمليحه واللي راح تكوني بزاف بها باهيه.
الوغ تكلمنا على كل عطر وشو المميزه تاعو، راح نقول لكم على البري ونقول لكم شو الحاجه المليحه واللي مش مليحه فيها. بالنسبه لزارا ولا لارا، زارا الغاليه ولا اللي تكون الاصليه راح تكون غاليه، جو بونس السعر تاعها يكون 200 وحاجه. لارا لهنايا راهي دير غير 100,000 ولا 70,000 حتى. هذه خفيفه بزاف. وشو المميز فيها؟ قلت لكم انكم تحسوا فيها ريحه الصابون، ريحه الدوش، كي شغل يعني ريحه النظافه، نقولها زارا لارا نظافه. ليلى الملكيه قلت لكم ثقيل وتبقى سبيسيال. تكلمنا هنايا على أميرة العرب وقلنا وش من الحاجة اللي فيها، والسعر تاعها تكلمنا عليه من قبل. الأسطورة قلت لكم حاجة خفيفة وتولمكم في الخدمة. شانيل راهي معروفة شحال مليحة. سي حاجة متوسطة يعني بالنسبة للبارفان تاعها. قلت لكم لي بارفان اللي ما عجبونيش ولا العطر اللي ما عجبنيش اللي هما هادو الزوج هكا مانيش نستعمل فيهم. وهذا هما العطور الموجودة عندي في هذا البريود. ان شاء الله يا رب يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم، كنت فدتكم، يا رب يكون ان شاء الله خفيف على قلوبكم. نقول لكم ان شاء الله يا ربي في الفيديو الجاي حنلقاكم في ظروف احسن باذن الرحمن، وراح يكون فيديو اجمل باذن الله. انتظروني.